الحدوته بتبدا مع بنت اسمها لولي وبتحكي بقى قصتها وبتقول انها حققت حلمها وانها تكون دكتوره، وبتفتكر ذكرياتها وهي صغيره لما كانوا المدرسين بيسالوا اطفال عن احلامهم. وساعتها لولي ردت وقالت لهم انها نفسها تكون دكتوره عشان تساعد الناس. وساعتها واحده من صاحباتها بتتريق عليها وبتقول لها ان ابوها اصلا ميت وكمان امها بتطبخ اكل للفقراء، ولكن لولي مش بتهتم بالكلام ده وكانت مصممه انها توصل لهدفها. ورغم كل الكلام ده بتجتهد وبتبقى فعلا دكتوره. طبعا معظم الناس وهم صغيرين اساسا كان بيبقى نفسهم انهم يطلعوا دكاتره يعني، بس انا كانش نفسي اطلع دكتور. هتقولي كان نفسك تطلع حدوته، اقول لك والله كان نفسي اطلع عالم فضاء يعني، ولكن شكرا للثانويه عامه. ما علينا. المهم بالصحاب نرجع تاني لولي في الوقت الحالي وهي رايحه مع دييجو حبيبها، واللي بيكون بيحاول يكلمها في حاجه مهمه، ولكن لولي بتكون مبسوطه جدا يعني وعايز تحتفل بدخولها الكليه، وبتفضل بقى ترقص وتغني وتزقطط وتتشقلب، وبعد كده بتطلب اكل ومش مهتمه بخطيبها ولا كانه موجود. وللاسف الواد يعني بيكون قاعد مستنيها عشان تديله انتباه حتى يعني فاهم عشان يتكلم ومفيش خالص. وساعتها بيزعق ويقاطعها وبيقول لها ان هو عايز يسيب الكليه. فالبت لولي ساعتها كانت بتتضايق وبتقول له انت من ساعه لما رجعت من كندا وانت هتقول انك هتسيب الكليه، وبعدين يعني اصلا معلش في الكلمه انت هتعمل كده بس عشان تروح تعيش مع امك في كندا ولا ايه الكلام يعني. فبيقول ساعتها ان امه عايزاه يكمل في الكليه اصلا. انا امي اساسا ذات نفسها عايزه انا اكمل في الكليه هنا. وهنا هي بتقطع تاني وتفكر بقى هتاكل ايه بقى فاهم انت. والواد ديجو يحس بألم في رجله كده ولولي مش بتهتم بيه خالص. البت دي مش عارف ليه، مع ان المفروض يعني اساسا يعني الواد حاسس بألم في رجله، المفروض انت دكتوره يا ماما يعني ايه الدنيا معاك يعني. بتقعد بعد كده برضه تفكر هتاكل ايه يعني. البت تقريبا همها على كرشها، فبيتضايق ديجو بيقول ان هو رايح الحمام، وبتيجي صاحبه لولي المقربه ستيفاني، وبتخلي ساعتها لولي تبص على ديجو اللي بيكون واقف مع دكتوره الجامعه واللي اسمها باولا، فبتغير ساعتها لولي جدا عليه وبتروح تطلب الاكل وبتفضل مستنياه يعني برضه همها على الاكل يعني. المهم بيجي بعد كده ديجو بتفضل تساله عامل انت ايه بقى انت وباولا يعني، ها بتعمل كنت ايه معاها يا اسطى. فهو بيقول لها ساعتها على الاقل يعني هي بتسمعني مش همها على بطنها طول الوقت ومفجوعه زي حالاتك. فالبت لولي كانت بتتضايق قوي اللي هو انت قصدك ايه يا جدع يعني عيب يا الله انا كنت جعانه مش حوار. المهم بتفضل بعد كده تكلم ديجو بطريقه وحشه جدا وبتقول له انها زهقت منه ولو هو عايز يسيب الكليه اولع بجاز انت ما تستاهلش تكون دكتور، انت ما تستاهلش يا حيوان. طبعا الواد دي والكلام ده بيحز في نفسيته قوي كده فبتعتذر له. وفي الواد ده بتيجي ساعتها بقول له بتسالهم يعني الدنيا تمام معاكم ولا ايه. وطبعا لولي بتكون مش طايقاها خالص وعايزه تفرقع في وش امها. وهنا ابو الصحاب اذ فجاه كده الواد ديجو بيتنفس بصعوبه وبيسال لولي اذا كان في جمبري في الاكل ده عشان هو اساسا عنده حساسيه من الجمبري. فبيغمن عليه ساعتها وبينقلوا له المستشفى. في العربيه بتاعت الاسعاف بتسال لولي عن ليه هو ما قالهاش عن حساسيته من الجمبري. فبيقول لها والله يا بنت انا قلت لك كتير بس انت اللي مش مهتمه، ما انت مش بتسمعاني وهمك على بطن امك. فساعتها البت بتتضايق قوي وبتحس انها انانيه كده وبتعتذر له وبتقول له ان هم ممكن يحتفلوا بعلاقتهم وان هو عدى سنه على العلاقه بتاعتهم ده في اي مكان يعني نحتفل احنا بالموضوع ده. ولكن ديجو بالصحاب بيصدمها وبيقول لها ان كل حاجه انتهت وان كل واحد يروح من طريقه يا بنت الحلال. انا مش ضامن صراحه هي بنت حلال ولا لا، انت عارف الامريكان كلهم بينطوا على بعض يعني. المهم يعني ان كل واحد لازم يروح من طريق. ترجع بعد كده لولي حزينه للبيت وبتفضل سهرانه لحد لما بتنام وبتصحيها ساعتها مامتها على ميعاد الكليه، ولكنها بتكون متاخره قوي على الميعاد بتاعها وبتحضر لها امها الاكل وبتسالها ازاي الواد ديجو منفصل عنها في عربيه الاسعاف يعني، وازاي اصلا هي نسيت ان هو عنده حساسيه من الجمبري. فبترد ساعتها وبتقول لها ان ديجو بيتكلم كتير وانا مش هركز في كل كلمه بيقولها الولا يعني، انت يا لولي يا مؤاخذه في الكلمه يعني. فتتضايق طبعا امها هي كمان وبتقول لها انا ما ربيتكيش على ان انت تكوني بالقساوه والانانيه يا بنت فيها بنت مع المس انت يلا في ايه. طبعا لولي بعد كده بتخرج جايه متاخره على الكليه ولكنها بتشوف جوليو صديقها من الطفوله وهو بيزق العربيه بتاعته فبتعتذر لولي انها متاخره وبتجري بقى ناحيه الاتوبيس اللي هو معلش يعني مؤاخذه في الكلمه مش فاضي ازق معاك العربيه يعني. بتقدر بعد كده انها تلحق الاتوبيس في اخر لحظه وبتكون لولي متحمسه جدا لاول يوم كليه ليها. وهنا بتدخل ست عجوزه الاتوبيس وبتفضل لولي تدعي ان اي حد غيرها يقوم عشان هي مش عايزه تقوم للست دي. وفعلا واحد تاني غيرها كده بيكون راجل محترم وبيقوم. فبتفرح ساعتها لولي انها مش هتضطر تكمل طريقها وهي واقفه عشان تقوم لست عجوزه. البت بسم الله ما شاء الله مش طايقه امها من اول دقيقتين في الملخص. المهم بعد كده البت توصل الكليه وبتجي لها بقى ستيفاني صاحبتها وبتقول لها ان ديجو مش هيجي الكليه علشان هو ساب الكليه اساسا. وفجاه ابو الصحاب بنتفاجئ بعمنا ديجو وباولا ما هم مع بعضيهم الاثنين وداخلين الكليه. هنا بقى البت لولي فاهم انت الغيره جواها بتبتدي تشتعل كده وتروح ساعتها وراهم تشوف هو ايه الكلام يعني. ده غير ان باولا دي اساسا هي الدكتوره المسؤوله عن تدريبهم فصباح الفل يعني. بتحاول بعد كده لولي انها تتجاهل ديجو وبيروحوا بقى اول تدريب. وهنا بالصحاب باولا بتفضل توجه كلامها لديجو بيبقى باين ان هو معجب بيها وفي حاجه ما بينهم كده. وطبعا البت لولي هتفرقع فاهم انت فيهم هما الاثنين. بتحاول ساعتها انها ستيفاني اللي هو استهدي بالله بنتي بس كده ايه وهنشوف ايه الدنيا. بعد كده بالصحاب بيدخلوا عياده وبتاخدهم باولا عند احدى المرضى دول وفي ساعتها بتسيبهم لولي وبتروح لمريض تاني بيتالم. فبتروح لولي ساعتها وبتدي له حقنه مسكنه. ولما ساعتها بتشوفها باولا تقول لها وانت ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما، انت فاكره نفسك دكتوره ولا ايه يا مؤاخذه في الكلمه، انت لسه بنت الناس بتتدربي، ده انت لسه يعني بتحبي كده في الدكتوره يا بنتي. طبعا بنت لولي تتحرج قوي من الكلام ده اللي هو انا مش عارف انا اسفه والله. وطبعا باولا بتفضل تحرج فيها زياده وبتقول لها انت حتى بصيتي في الملف بتاع المريض وعرفتي اذا كان عنده حساسيه من المسكن ده ولا لا. والله كنت حاسه عايزه تقول لها ولا يكون عنده برضه حساسيه من الجمبري يعني واخد بالك يا دييجو. انا حسيت ان عايز تقول لها كده يعني والمفروض كانت تقول لها كده. المهم لولي ساعتها بتعتذر لها
وبتفضل ساكته طول التدريب. بيروح بعد كده المريض اسمه اوسكار وبيقعدوا بقى يدرسوا في الحاله بتاعته، وهنا باولا بتختبرهم وبتسالهم سؤال كده، بيجاوب ساعتها ديجو ولولي في نفس الوقت، والاجابتين بيكونوا الاثنين صح، ولكن برضه لولي بتتجاهل ديجو ولا كانه موجود. بيروحوا بعد كده الغرفه اللي فيها جهاز الرنين المغناطيسي، وبيفضل بقى هناك بالصحاب لولي والواد ديجو، وبيتوزع باقي المتدربين في اماكن تانية، وبيفضل ديجو ولولي يرخموا على بعض ويتسابقوا على مين هيتكلم مع المريض اوسكار الاول ومين هيطمنه اكتر والحاجات دي كلها. بيسيبها بعد كده ديجو بيدخل غرفه الشاشات، وبتبص لولي لاوسكار وبتحسه شبه ابوها كده، الراجل ده فيه من ابوها الله يرحمه، فبيبتسم لها اوسكار وبيطبطب عليها كده، وبتدخل بعد كده لولي غرفه الشاشات اللي هيتم فيها التصوير بالرنين المغناطيسي، وبيكون المريض معاه زر امان في ايده واللي يقدر يضغط عليه لو حس باي الم وهو بيعمل الرنين. وفجاه الكهرباء بالصحاب بتقطع والشاشات بتتعطل، فبيروح ساعتها واحد عشان يجيب حد يصلح الدنيا دي، وبيقول لهم بصوا ما تلمسوش اي حاجه، اللي هيلمس حاجه طلع عين امه. ولكن طبعا احنا عارفين لولي بتقلق على المريض وبتخش تطمن عليه وبتلمس كل حاجه تقريبا، فبيجي ساعتها ديجو وراها وبيحاول ان هو يمنعها، واول لما بيلمسوا هما الاثنين المريض بيحصل لهم صدمه من الموجات المغناطيسيه وبيغمى عليهم. ومن بعد الحادثه دي حياه لولي بتتشقلب راسا على عقب. هتقول يعني ايه راسا على عقب؟ اقول لك عارف انت اللي هو البني ادم بيقف كده رجليه تحت ودماغه فوق، هي حرفيا بقت دماغها تحت ورجليها فوق، هذا هو الراس على عقب. ما علينا. المهم لما بتفوق لولي بعد كده بتشوف صاحبتها جنبها، واول حاجه بتعملها هي انها تسالها على اوسكار، وبعد كده بتسالها عن ديجو، يعني المريض اهم برضه من الواد ده. فبتقول لها صاحبتها ان باولا فضلت جنبه لحد لما فاق، فتسالها لولي تفتكري ان هم مرتبطين ولا ايه الدنيا يعني؟ فصاحبتها بتقول لها اكيد لا طبعا، يعني انت مرتبطين يا بنتي، الدكتوره يعني. بعد كده تسمع صاحبتها بتقول عكس الاجابه اللي هي لسه قايلها لها دي، وان هم ما انت غبيه صحيح، ما هو اكيد الاثنين دول مرتبطين. فتبص لولي صاحبتها كده وهي مستغربه اللي هو انت بتقولي حاجه، فتسالها تاني ايه الكلام يعني، فبتسمع تاني صوت صاحبتها وانها بتقول ان لولي صعبانه عليها ولكنها لازم تكذب عشان مش قادره انها تواجهها بالحقيقه. وبتستغرب لولي اكتر لان صاحبتها ما حركتش حرفيا شفايفها عشان تقول الكلام ده، فبتفهم لولي انها بتقدر تقرا افكار الناس. بتروح بعد كده بقى صاحبتها تنادي على باولا وبتقول لها ان لولي فاقت وبقت زي الفل، ولكن لولي بتهرب وهي مصدومه من اللي بيحصل ده، وبتقابل بقى اصحابها، وطول ما هي ماشيه بتفضل تسمع افكارهم وبتهرب بسرعه من المستشفى كلها. تركب بعد كده الاتوبيس وكل ما بتلمس حد بتسمع افكاره، زي مثلا اللي بتفكر هتطبخ النهارده واللي بتبقى واقفه ونفسها بس تقعد بس محدش بيقوم لها، فبتحس ساعتها لولي انها هتتجنن من كميه الحاجات اللي هي عماله تسمعها. فبتروح بعد كده لجوليو صاحبها اللي بيلعب كره طايره، وبتفضل مستنيه لحد لما يخلص، والواد جوليو ده حد شاطر جدا يعني، ولكنه مش اساسي في الفريق بتاع الكره الطايره. فلما بيخلص بيجي له مدرب ويقول له ان هو عايزه في الفريق، فجوليو ساعتها بيقول ان ركبته مصابه فمش هيعرف ان هو يلعب. الكابتن ساعتها بيرد عليه وبيقول له ان هو هيتعمل له فحص طبي ونبقى نشوف بقى الحوار ده بعدين. بيروح بعد كده جوليو لولي اللي مستنياه وبتقول له ان هو كان حلمه ان هو يكون لاعب في الفريق ده اساسا، ودي فرصه قدامه مش لازم يفوتها. فبيقول لها جوليو برضه ان هو مصاب، ولكن لولي بتسمع افكاره وبتعرف ان هو بس خايف من الجمهور والناس الكتير اللي هيكونوا شايفينه. من الاخر الواد بيتخاذل يعني، فبتقول له ساعتها ان هو يبطل يكذب على نفسه وانها حاسه بيه. بعد كده بيرجعوا من بعض هما الاثنين البيت، وفي الطريق بيتعرفوا ليه حوار قرايه الافكار دي. فيقول لها جوليو ساعتها ان مفيش حاجه اسمها قرايه افكار يا ماما، وانها اكيد بس لسه ما فاقتش من الصدمه اللي حصلت لها، وانت بس شكلك كده محتاجه تستريحي حبتين. بيدخلوا بعد كده البيت وبتفضل والده لولي تعاتبها انها ما بتردش على التليفون وانها كانت قلقانه عليها جدا. فبتسمع ساعتها لولي صوت افكارها وبتسمع ان مامتها بتلوم نفسها على تربيه بنتها بالطريقه اللي انا شايفاها قدامي دي. ما انا لو كنت ربيتك تربيه كويسه ما كنتش طلعت زباله زي اللي انا شايفاها كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيا عشان انا ربيتك بالطريقه دي. بتحاول بعد كده لولي تخفف على امها وبتقول لها كلام حلو كده ما يسمع افكارها، وبتدخل بعد كده لولي تاخد دش، وبيقعد ساعتها جوليو وام لولي يتكلموا، وبتقول له ايه مش ناوي ترجع ترتبط بالبنت لولي ولا ايه الدنيا يعني؟ فبيضحك ساعتها وبيقول لها ان احنا كنا عيال يا حاجه، ودلوقتي بنتك متسلطه ومش هقدر ان انا استحملها يعني صراحه، بنتك بنت حاجه. الواد ده فشخ الخواطر خالص. بينادي بعد كده جوليو على لولي وبيقول لها ان والدتها عايزاهم يرتبطوا، وبيضحك بقى اللي هو ده عايزين نرتبط امك الهبله دي. فبتساله ساعتها يعني لما اوظف الكلمه اصلا يعني ايه المضحك في الموضوع ده؟ يمكن يعني عشان انت شايفني انا قاسيه وما عنديش مشاعر ابسولوتلي يعني، لا مستحيل اصلا انا بحس على فكره يعني. فبيخليها ساعتها جوليو انها تهدى كده لو استهدي بالله بنتي، وبيقول لها ان هم كبروا وكل واحد بقى عنده حياه مختلفه. فبتسمع لولي افكاره وان هو بيقول ان هو بقى الوان بقى بسكليت عامل حاجه. طبعا لولي بتصدم وبتقول له انها عرفت السبب، بس جوليو بيفضل ينكر اللي هو لا ما حصلش يا ماما والله انا ما بدا في ايه بس لا مش اللي في دماغك ده خالص. ولكن لولي ساعتها بتصمم انها عارفه حقيقته، وده بيخلي الواد البسكليت جوليو يشك انها فعلا بتقرا افكار. فبيقرر ان هو يعد في دماغه، لو عرفت ان هو بيعد يبقى فعلا هي بتقرا افكار. هو فعلا بتعرف ان هو بيعد في دماغه وبيتاكد من قدرتها على قرايه الافكار، ويترجاها انها ما تقولش لحد ان هو الوان ولا حتى انها بتقرا افكار. وهنا اول ابو الصحاب لما بتدخل ستيفاني صاحبتهم عليهم، لما جوليو بيشوفها هو ولولي بيعترفوا الاثنين كل واحد فيهم على الثاني، اللي هو بص الواد ده طلع بسكليت، بص البنت دي طلعت بتقرا افكار يا ابن الناس يا بسكليت يا اهبل. المهم بتتصدم طبعا ستيفاني اللي بيتقال ده اللي هو ياه الواد جوليو طلع بسكليت. المهم الصحاب بيبقى واضح ان صوتهم هما الاثنين كان عالي، فبيقرروا ان هم يخرجوا يتمشوا بره البيت ويتكلموا بقى براحتهم. وبتبقى لولي متضايقه جدا وبتقول انها نفسها بس تبطل تقرا افكار الناس، فبتقول لها ستيفاني انها المفروض تستغل ده وتعرف اذا كان ديجو بيحبها بجد ولا لا، وهل فعلا باولا معجبه بيه ولا لا. فتفكر كده البت وهي انها تتاكد فعلا والله ده والله فكره فعلا، وحد لاقي ان هو يعرف يقرا افكار اليومين دول والله يعني صفقه مربحه جدا. تاني يوم ابو الصحاب في
المستشفى بتلاقي ديجو بيتكلم معاها وبيتعاملوا عادي ولا كانهم منفصلين والدنيا زي الفل، وبيقول لها ساعتها ان هو بيحبها وبتحاول لولي انها تقرا افكاره ولكنها مش بتعرف تقرا حاجه خالص. فجاه بتنادي عليها باولا عشان يتكلموا، فبتستغل لولي الموقف وبتمسك ايدها عشان تقرا افكارها، وافكارها بتكون انها قلقانه على ديجو لانها عارفاه من هو صغير، وده لانها كانت مساعده والده اللي كان برضه دكتور. فبتفرح البت دي كده الحمد لله، ده انت كنت بتعتبري ديجو زي ابنك يا عليا وانا اللي رحت دماغي في شمال خالص. ما طبعا ما واحده صاحبها شظ لازم تبقى دماغها شمال. وفجاه بتقول لها ساعتها باولا ان ديجو فقد الذاكره بشكل مؤقت، فالبت بتتصدم كده وبتفهم ان هو لسه فاكر ان هما الاثنين مرتبطين. فتسالها لوني عن اخر حاجه هو فاكرها، فبتقول لها باولا ان هو مش فاكر الاحداث اللي حصلت في اخر كام يوم فاتوا دي، ولكنهم ما يعرفوش لحد امتى بالظبط هو مش فاكر، وبرضه مش عارفين برضه ذاكرته ترجع له امتى. فبتروح ساعتها لولي وبتقول لصاحبتها ستيفاني انها ما تعرفش ديجو على اي حاجه، وبتطلب ساعتها منها ستيفاني انها تقرا لها افكار حد صاحبهم كده، اللي هو معلش بس ايه عايزاكي بس تكشفي لي على الواد ده يعني ايه انت حطه تحت جهاز كشف الكذب كده. فتقول لها ساعتها انها مش عايز تطفل على افكار الناس ودي حاجه شخصيه وانا مش عايزه ابقى متطفله، انا خنزيره بس مش متطفله يعني. بعد كده بيروحوا مع الدكتوره باولا بقى العياده، وهناك بتقدر لولي انها تعرف تشخيص كل الحالات عن طريق افكارهم، فبيكون طبعا الكل مبهور بيها، وبيسالها ديجو عن ازاي قدرت تشخص المرض بالسرعه دي. فبتهزر ساعتها لولي بتقول انها عندها حاسه سادسه كده، فاهم انت، انا معلش مؤاخذه بالكلمه برضه بنت مش سهله. ولكن لولي ساعتها بتوصل لمرحله صعبه وحرفيا بتتخنق من قرايه الافكار، فبتاخدها ستيفاني عند عرافه صاحبتها، ويوصل لهم هناك الواد جوليو، وبتمسك العرافه ايد لولي وبتسالها عن مشكلتها، فبتقول لها لولي انها بتقرا افكار الناس، فبتفتكرها ساعتها العرافه انها مجنونه ولا حاجه. فلولي بتعرفها يا بص يا حاجه يعني انت فاكره ان انا مجنونه، ايوه انا سامع افكارك وعارفه ان انت بتفكري ان انا مجنونه. وبتفضل ساعتها بعد كده بقى لولي ترد على افكارها، وطبعا العرافه بتكون منبهره جدا بيها، وبتعرف كمان انها اساسا نصابه يعني اللي هو صباح الفل راح العرافه نصابه يا حاجه. فساعتها بتسيبها وتمشي. تفضل بعد كده العرافه تترجاها تشتغل معاها وان هم هيبقوا الاثنين اغنياء فشخله، انا لو مكانك كنت اشتغلت يعني. المهم بتسيبها بعد كده لولي وهي متعصبه وتقول ان الوحيد اللي عايز تقرا افكاره هو ديجو، ولكنه بسم الله ما شاء الله شوف ربنا يا مؤمن الوحيد اللي هي مش عارفه تعمل كده معاه عشان هو اساسا عنده فقدان في الذاكره، فده الطبيعي انها مش هتقرا افكاره. ما تسالنيش ازاي الطبيعي يعني، ولكن هو الفيلم عامل كده، المخرج عايز كده مشي حالك. المهم ابو الصحاب بينصحوا اصحابها بعد كده انها تقول لحقيقه ديجو بدل ما هي بتحاول تقرا افكاره، وبالليل بيروحوا يسهروا مع بعض وبتشوف لولي ديجو وبتقف معاه وبتقترح عليه ان هم ياكلوا وانها مش تطلب اي حاجه فيها جمبري. فيفتكر ساعتها ديجو لما راح المستشفى، لكنها بتكون يعني ايه ذكرى مشوشه يعني فاهم، مش عارف ان هو يستجمع ذكرياته صح. بيقول لها بعد كده ديجو انها تيجي معاه عشان هو عامل لها مفاجاه، ياخدها بعد كده البيت وبيطبخ لها وبيقول لها ان ابوه مسافر فيقدروا ان هم يقعدوا سوا. فهي نفس اغنيه امي مسافره وهعمل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله، ولا جارنا تبلغ عنا، ولا الكهرباء تعمل قفله، ولا الدولار يغلى تاني الله اعلم يعني. البيضه بقت ب 4 جنيه اليومين. المهم ابو الصحاب طبعا زي ما احنا قلنا الاغنيه، ابوه بيرجع للاسف الصبح مش امه عشان هو ابوه اللي كان ماشي، ابوه بيرجع الصبح ويقفشهم هما الاثنين، وبيتكلم ساعتها البت لولي دي بطريقه وحشه، وبعد كده بيخرجوا عشان يتعشوا مع بعض، وابو ديجو بيكون مش طايقها، ولكن لولي بتكون معجبه بشخصيه ابوه لان ابوه دكتور كبير ومشهور جدا، ولكنها بتسمع افكاره وهو بيقول عليها كلام وحش جدا يعني الراجل اساسا مش طايق امها. وبيقعدوا بعد كده يتكلموا والكلام بيشد ما بين ديجو وابوه، فبيمشي ساعتها ديجو بتحاول تهديه لولي وبتندم انها ما كانتش بتحاول تسمع اللي بيحصل له من ابوه ده اساسا يعني، هي حرفيا كان بيحكي لها كل حاجه ولكنها كانت همها على بطنها بالتلوثه دي. المهم بعد كده ابو الصحاب بيروحوا المستشفى، وهناك ابو الصحاب جولي بيكون بيعمل فحص على ركبته، وفجاه بينادوا على لولي بيقول لها ان اوسكار مريض جدا، فبتروح له ساعتها لولي بيقول لها ان هو نفسه بس يشوف ابنه، فبتقرر ساعتها انها تروح هي وديجو عشان يجيبوا ابنه يشوفه. وهناك بيحاولوا ان هم يقنعوا الواد ان هو يزور ابوه، ولكنه بيكون رافض بسبب مشاكل ما بينهم هما الاثنين، ولكن ديجو بيقول له ان هو حاسس بيه لان هو اتعرض لنفس الشيء، وبيحاول يقنعه ان الاب ده شيء عظيم والبلا بلا 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 والحاجات دي كلها يعني الاب برضه يعني شيء عظيم. فساعتها الواد بيوافق بيقول له قشطه انا اقتنعت يا اسطى، وبيبقى رايح عشان يشوف ابويا، وبيروح عشان يشوف ابوه بالصحاب. وعلى الجنب الثاني بترجع لولي البيت وبتقرر انها تعترف لامها انها بتقرا افكار، ولكن امها طبعا اكيد بتكون مش مصدقه ده، ولكن لولي بتقعد ترد على كل افكار اللي امها بتقولها في دماغها. في الوقت ده بيجي اصحاب لولي عشان يحضروا الماتش بتاع جوليو، ويفضلوا بقى يشجعوه هم مبسوطين وهو بيلعب بكل حماس وحاسس بدعم اصحابه وبيكسب فريقه. كنت هقول للاسف والحمد لله يعني، ولكن انا افتكرت ان الواد ده بسكريت فالله يلعنه مطرح ما راح. تاني يوم الصحاب اوسكار بيكون عمل عمليته والعمليه نجحت والحمد لله، ويكون لولي وديجو مبسوطين جدا ان هم صلحوا حرفيا كل حاجه. وفجاه بيتعب ديجو وبيبدا ان هو يفتكر كل اللي حصل وبيغمى عليه، وبتفتكر ساعتها لولي ان هو قال لها ان هو عنده ضيق في التنفس، فبتفهم ان هو محتاج عمليه في الرئه لان هو حرفيا عنده انسداد في مجرى الهواء. وفعلا بيتاكدوا ان هو عنده جلطه في الرئه وبيقدروا ان هم ينقذوه. ولما بيفوق بيلاقي لولي وباولا واقفين، وكمان ابوه بيكون قلقان جدا عليه، ودي كانت اول مره الواد ديجو يحس ان ابوه بيحبه فعلا. بيفضل بعد كده لولي وديجو لوحدهم وبيتصالحوا، وبعد فتره لما بيمر الوقت بيتخرجوا، وبتتعلم لولي من كل اللي حصل ده انها محتاجه تسمع للناس وتفهم مشاكلهم، وبتقرر ساعتها انها تتخصص في الطب النفسي وتكمل حياتها كطبيبه نفسيه تسمع لكل الناس. وبس كده جدع، هذا هو كان فيلمنا لليوم، وبس كده يا عم الحاج توته خلصت الحدوته. وما تنساش سبسكرايب لايك كومنت شير وتعمل فولو على الانستجرام وتعمل فولو
فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كتب السكريبت ده، وتخش على جوجل ميمز مين امي على الفيسبوك، وتعمل ابو الصحاب سبسكرايب لبقيه القنوات بتاعتنا الجامده فشخله. عندك حدوته مصريه، حدوته انمي، عندك حدوته جامده، عندك حدوته جيمنج، عندك قناه كمان حسن فهد اللي هي القناه الخاصه بيا. وبس كده يا عم الحاج، اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.